السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ وياكم ملك ماينكرافت في مقطع جديد من سلسلتنا المفضلة بانيك اند سكريم. وفي هذا المقطع جمعت لكم افضل 7 مودات جديدة للجوال. وعشان القطع الفترة الاخيرة كانت عشان دراسة والاختبارات، وبس الحين كملتها والاختبارات الحمد لله. وفي هذا المقطع راح نلتقي اصحابنا القدام، وكمان راح نلتقي شخصيات جديدة. ايش القدرات اللي تتمتع بها هذه الوحوش، وهل يمكن للاعب ان ينجو منها ولا لا؟ كل هذه الشغلات حتشوفونها في هذا المقطع. عشان كذا لا تنسون اللايك والاشتراك وتكملوا المقطع للنهاية. وبلا ما اطول عليكم في المقدمة، يلا نبدأ في الرعب. وخلونا نبدأ مع المود الأول. تتذكرون لما سويت لكم ذيك المرة منتدى عن نخمن اسم الدويلر لأول مرة؟ كانت على هذا الكائن واللي هو المود الأول. وعشان نتعرف على هذا الكائن كنت راح أعطيكم معلومات من عندي، بس واحد أعطانا هيك معلومات كويسة، خلينا نقراها يعني ونظهر تعليق ويستاهل. السكين وولكر أو السكين ستالكر، كان هناك تجادل ما بين هذين الاسمين وما زال حتى يومنا هذا كائن خطير يعرف من فئة الدويلرز. تم إيجاد فئتين منه، فئة الستاركر والوولكر. تحب هذه الكائنات لحم الأحصنة ولا أحد يعرف لماذا. جاءت هذه الكائنات من ابن عمها الوينديغو، وهي قريبة له. دمجها وسرعتها وهيلثها عالي جدا. كائنات لا تعرف إلا قتل اللاعب، لكن رسبانة مختلفة. فالستاركر يترسبن في النهار والوولكر في الليل. وطلب رأيي في الوثائقي حقه، عشان كذا اكتبوا له في التعليقات رأيكم. وموجود قبل وينديغو، شكله مرة مرعب، وهدفه الوحيد انه يقتل اللاعب. حتى لو كان يتهاوش مع شي ثاني يفلت ويجي يركض ورا اللاعب، وفرصة النجاة منه قليلة. وهذا كان المود باختصار، ويلا بينا على المود اللي بعده. وعشان المود الثاني فهو من أفضل مودات الرعب اللي موجودة على الجوال، حتى أنه أحمد باشا لعبه في أحد الأوقات، وهو مود هورور سيرفايفل. هذا المود زي ما تعرفونه يقلب الليل جن وعفاريت. يمكن تقولوا ليش المود قديم ومدري إيش استنوا، المود إجاه تحديث أسطوري ضاف عدة أشياء، أو مو تحديث، هو يمكن أتوقع أنه من صانع مودات مختلف، بس نفس المود وأشياء جديدة أسطورية. وعشان كذا ما راح أحرق عليكم، وراح أخليكم تستكشفون هذه الأشياء. والرابط زي ما تعرفون موجود في التعليق المثبت زي العادة. وبلا ما أطول عليكم ولا تعرفون بالكلام عن التحديثات، فإنه مود دويلرز اللي تكلمت عنه في مقطع تجربة مرعبة في ماينكرافت الجوال 6 أيام مع مود دويلرز، نزل له كمان تحديث جديد خلاه أفضل. إذا كان بدكم نتكلم عنه في مقطع ثاني اكتبوا لي في التعليقات. وبلا ما أطول عليكم، يلا على المود اللي بعده. وعشان المود الثالث فهو مود الأسطورة، اللي أتوقع أنكم كلكم تعرفونه، اللي أتوقع أنكم دخلتوا المقطع عشانه، وهو اللي هو واتش، اللي أخطأت أنا يعني اسمه في ذاك الوقت. على أي حال يجاه مود خاص فيه، مود كده زي مود باك مخصوص ليه، أسطوري في عدة إعدادات. وزي في شرح المود، فمع مرور الأيام راح تبدأ تحس بوجوده في العالم وهو يراقبك، يستنى لين ما توصل لأضعف حالاتك عشان يهجم عليك. وراح أعطيكم يعني هيك نصيحة لوجه الله، إذا سمعتم صوت خربشة في عالمكم فإياكم تروحوا عنده. والحين مع المود الرابع. فزي ما تتذكرون في آخر مقطع مودات تكلمنا عن مود سونيك شين واللي عجبكم مرة. فإذا رجعنا شوي في الزمن فراح نلاقي الأصل ومصدر الرعب الأساسي، وهو سونيك إكس، رعب نسخة موجودة من سونيك. وأتوقع أنكم تعرفونها، ما في داعي أشرحها لكم لأنه الكل يعرفونها. فهذا المود راح يضيف هذه الشخصية، ولا تخدعك المظاهر لأنه هذا المود مرة متعوب عليه وأسطوري. أول ما تدخل في هذا العالم بعد ما تضيف المود راح تبدأ تلاقي أشياء غريبة، ولما تنتبه أنه في شيء يراقبك من الظلال وبده يخلص عليك فراح يكون فات الأوان.
وهذا كان المود باختصار، ويلا بينا على المود اللي بعده. وعشان المود الخامس، ففي أحد عوالم ماينكرافت كان اللاعب في أغلب الأوقات يرجع لبيته في وقت متأخر، لأنه يكون دايما يجمع موارد. ومن بدأ في العالم كان دايما لما يرجع متأخر يلاقي كائن غريب أسود وجهه أبيض يحوم حوالين البيت. ومع مرور الوقت اتعود على وجود هذا الكائن قدام البيت، وحتى أنه كان يشوفه بوضوح في أغلب الأحيان ويقترب منه. بس في أحد المرات لما كان راجع البيت في وقت متأخر زي العادة، شاف هذا الكائن، ولما اقترب منه اللاعب اختفى. فبدأ اللاعب يتوتر ودخل بعدها للبيت بسرعة، ولما كان على وشك أنه ينام شاف هذا الكائن قدامه بوجه مخيف وضحكة شريرة وعينيه كأنهم مليانين دم قبل ما يخلص عليه. وهذا المود زي المود الثالث، مود كامل خاص بشخصية ذا كنوكر. وهذا كان المود باختصار، وبلا ما اطول عليكم يلا بينا على المود اللي بعده. رجعنا لكم بالمود السادس. لو تتذكرون في القناة اتكلمنا عن مودين لسايرن هيد، النسخة الأولى اللي كانت حرفيا زفت، والنسخة الثانية الأسطورية، والحين حرفيا نسخة جديدة وهي تقريبا إصدار تجريبي، ويمكن راح يجيها تحديثات في المستقبل. بس حتى زي ما هي أسطورية، بس سايرن هيد شكله تحسن مرة وهجوماته صارت مرة قوية. وفي المود في 3 إعدادات، الكرياتيف والثاني حق الفايت أو القتال، والأخير وهو المفضل عندي وهو السيرفايفل. سايرن هيد عنده القدرة أنه يشوف اللاعب من مسافة مرة بعيدة، ولما يشوفه راح يركض على 4 رجلين بسرعة لين ما يوصل عنده، وعشان كذا حيكون هرب منه مرة صعب. وطبعا ما ننسى أنه فيه يقتلك بضربة واحدة، وعنده عدة هجومات فيه يستعملها ضدك. وبلا ما أطول عليكم يلا بينا على المود الأخير. والحين مع المفاجأة الأسطورية اللي نشرت عندها في المنتدى، وهو مود باك رعب أسطوري، حرفيا مرة متعوب عليه. هذا المود اسمه From the Fog، حرفيا المود حق البي سي حطوه في الجوال، وحرفيا يمكن أفضل في عدة أشياء أسطورية، فيها عدة أنواع من الدويلرز ومن الكائنات المرعبة، وخاصة في الليل لعبة تقلب جن وعفاريت. في عدة أنواع من الدويلرز، وكمان هذا المود هو إصدار تجريبي يعني مو كامل. إذا ما سحب علينا صاحب المود فالمفروض أنه يسوي تحديثات جديدة لهذا المود ويضيف عدة أنواع من الدويلرز. كل شخصية مرة متعوب عليها، فلما يضربك شيء فراح يجيك إيفكت حق دم، وما يخدعك عدد الوحوش اللي تقدر تشوفه في الكرياتيف. ففي عدة وحوش ترسبين سيرفايفل ما تقدر ترسبينها في الكرياتيف. وهذا كان كل شيء لمقطعنا اليوم. فإذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، وزي ما ذكرت في المنتدى فأنا فاتح سيرفر ديسكورد عشان نتعرف على بعضنا وتقولوا لي مشاكلكم وأساعدكم فيها. والمقطع الجاي إن شاء الله راح يكون مقطع البوسات اللي وعدتكم به كمان في المنتدى. وهذا كان كل شيء، ومع السلامة.